تعالى على ما أنعم به علينا من عونه وتوفيقه، حيث تمكنا من تحقيق العديد من المنجزات ومن مواجهة الصعوبات والتحديات. والمغاربة معروفون والحمد لله بخصال الصدق والتفاؤل وبالتسامح والانفتاح والاعتزاز بتقاليدهم العريقة وبالهوية الوطنية الموحدة. والمغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل. واليوم وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى هذه الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة. شعبي العزيز، إن ما ندعو إليه ليس شعارا فارغا أو مجرد قيمة صورية، وإنما هو مفهوم متكامل يشمل مجموعة من المبادئ العملية والقيم الإنسانية. فكلما كانت الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات ورفع التحديات. فالشباب المغربي متى توفرت له الظروف وتسلح بالجد وبروح الوطنية دائما ما يبهر العالم بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم. فقد قدم أبناؤنا بشهادة الجميع وطنيا ودوليا أجمل صورة حب للوطن والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي، وأثاروا مشاعر الفخر والاعتزاز لدينا ولدى كل مكونات الشعب المغربي. وهي نفس الروح التي كانت وراء قرارنا بتقديم ملف ترشيح المشترك مع أصدقائنا في إسبانيا والبرتغال لاحتضان نهاية كأس العالم لكرة القدم 2030، والتي نتطلع ونعمل على أن تكون تاريخية على جميع المستويات. اليوم الخطاب الملكي جاب واحد التميز اللي هو جد متقدم، وخصوصا ذكرنا بصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بدولة الأمة، وكذلك بما يتميز به المغاربة. المغاربة تميزوا دائما بوطنيتهم وتشبثهم بالعرش، وكذلك بتميزهم بجديتهم وصدقهم وثقتهم في وطنهم. واليوم كذلك جاء خطاب لجد مهم في بين التحديات اللي عاشتها البلاد اثناء جائحه كورونا، وكذلك التحديات اللي عاشها العالم من تضخم وكذلك من تصدعات في الانظمه الماليه، وكذلك ان بين المنظومه الماليه اللي صمدت امام الصدمات، وكذلك بين على المسار التنموي اللي وصل للنضج ديالو، واللي اليوم المسار التنموي خصو يدوز لمراحل اخرى جد متقدمه، من بيناتها اننا خصنا كذلك نتيحوا فرص بتكافؤ للجميع، وخصوصا للشباب المغربي لما يبتكر ويبدع وكذلك يمارس جديه في ذلك، انه كيصل نتائج جد مهمه. اليوم المسار التنموي الابعاد ديالو كاملين اليوم كخصهم ذاك الجديه والصدق اللي معهود على المغاربه باش نقدروا اننا نكونوا امل افريقيا والعمق الافريقي، وكذلك حوض البحر المتوسط وجيراننا، في اننا نكونوا قايدين هذاك القاطره ديال التنميه.